أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. في هذا الفيديو، مين العبقري صاحب الأفكار دي؟ مين هيكسب بكرة، الزمالك ولا بيراميدز في نهائي المتعة والإثارة واللي صعب حد يتكهن بنتيجته؟ البداية مع إعلان تقديم تريزيجيه وبن رمضان. مش عارف مين العبقري صاحب الأفكار دي. تريزيجيه جايبين الليلة الكبيرة وحاجات من القرن الماضي. بن رمضان جايبين قلعة ولابس محارب وماسك سيف، بيقول محارب جديد في الأهلي. جماعة، الإعلانات ديت مش للناس في مصر. أنا عارف إن أنتوا عايزين ترضوا جماهير الأهلي، لكن الإعلانات ديت العالم بيشوفها، والناس طبعا بن رمضان تونسي والناس في تونس هتشوفها. يا ريت الإعلانات تكون على مستوى الفريق وعلى مستوى اللعيبة. الأهلي نادي كبير، ما ينفعش الأفكار ديت. شوفوا الفرق التانية بتعمل إيه وبتقدم لعيبتها إزاي، واخرها العين الاماراتي ازاي قدم رامي ربيعة. انا خايف في اعلان زيزو يوم الجمعة تجيبوا اغنية المرحومة عايدة الشاعر. طبعا الشباب ما يعرفوهاش. مرحومة عايدة الشاعر مغنية مصرية. انا خايف يجيبوا الاغنية الشهيرة بتاعتها كيد العزال انا من يومي في اعلان زيزو. ايوه دي في الاغنية بتاعت المرحومة عايدة الشاعر. ربنا يسترها. ومع نهائي الكاس، الزمالك وبيراميدز، ومين اللي هيكسب؟ والسؤال اللي محير الكل. طبعا الفريقين في منتهى القوة والاستعداد والحماس والروح، وبيراميدز لسه واخد كاس افريقيا ومنتشي بفرحة الفوز بالبطولة، والزمالك داخل بروح عالية علشان يحقق بطولة الموسم دوت ويرضي جماهيره. وناس بتقول لي انت توقعاتك حلوة وبتصيب، يا ترى هتتوقع مين اللي هيفوز، الزمالك ولا بيراميدز؟ قبل ما اقول توقعي، الزمالك اذا كان عايز يفوز لازم يلعب بطريقة متوازنة، والرمادي ما يندفعش للهجوم ويحاول يسيطر على نص الملعب. عنده عمر جابر وعنده بنتايك يقدروا يوقفوا الجبهتين الخطيرتين لبيراميدز، الشيبي ورمضان أو إبراهيم عادل حسب ما المدرب هيلعب. ونص الزمالك قوي جدا. المباراة تتوقف على توفيق الحراس، هم اللي هيكون لهم دور كبير في حسم نهائي الكاس. ولازم الرمادي يحفز اللعيبة أحداث المباراة، إذا دخل فيهم جون يعملوا إيه، إذا جابوا هم جون الأول يعملوا إيه. ولازم يعرفوا إن بيراميدز طالع من 3 مباريات قوية جدا ومرهقين، وتقريبا في نص الشوط الثاني هيبقوا تعبانين. الزمالك ممكن يحسم الفوز ولو نزل شيكابالا، بس ما ينزلوش متأخر، ما ينزلوش في آخر ربع ساعة ولا تلت ساعة، ممكن يديله نص ساعة هيغير الماتش، سواء كان الزمالك مغلوب أو متعادل أو غالب. شيكابالا بخبرته موفق ومحظوظ مع بيراميدز. شوفنا في آخر مباراتين صنع جون وجاب جون، بالتوفيق إن شاء الله. طبعا دلوقتي مع توقعي لأول مرة بكون محتار مين اللي هيفوز. الزمالك ماتشاته بتكون ليلة العيد، بيعكنن على جماهيره، وانا ليا تجارب كتير معاه، علشان كده بخاف من ماتشاته يوم العيد او ليلة العيد. هو بقاله ماتشين في العيد الصغير والعيد اللي قبله فرح الجماهير وكسب، فيا مسهل يا ريت يفرح جماهيره ما يعكننش عليهم ليلة العيد. بس بقول جماهير الزمالك، حتى لو الزمالك ما فازش بالبطولة تتوقع حاجة زي كده، لأن دي مباراة ممكن يكسب وممكن يخسر. ما تزعلوش، زي ما انتوا شايفين ريال مدريد أعظم أندية العالم خرج السنة دي لا بطولة أوروبا ولا دوري ولا كاس. السيتي أعظم أندية العالم خرج السنة دي ولا دوري ولا كاس ولا بطولة أوروبا. الهلال السعودي أعظم أندية آسيا والمنطقة العربية السنة دي برضه لا دوري ولا كاس ولا بطولة آسيا. فمباراة
اللي يكسبها هيفرح شوية، واللي هيخسر يزعل شوية، لكن لا نبالغ في الفرحة ولا نبالغ في الزعل. بالتوفيق، والسلام عليكم.